كنت احمد حلمي اللي بيرجع كل يوم بالبيجامه. لكن هنا انت قادر انك تغير قرار حياتك. اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اوعى تيجي وانت رايح تشتري تيشيرت تلبسه لكل اصحابك تشوفه لايق عليهم ولا لا. حلمك ده مقاسك انت بس، ما تاخدش فيه راي حد. مجدي يعقوب لو كان طبيب، لو كان مهندس ما كناش عرفناه. محمد صلاح ده لو دخل كليه الطب ما كانش بقى زمان محمد صلاح. ليه؟ في الكارير كوتش النهارده قال لك اكتشف انت شاطر في ايه. بصمه ايدك دي من ايام سيدنا ادم من نهايه الخليقه مش هتتكرر تاني. فاقعد مع نفسك اكتشف نفسك يا عم. ده انت لما بتفتح الجي بي اس بتاع الموبايل وتقول له عايز اروح مساكن الشيراتون لازم يحدد مكانك الحالي. فهتقعد النهارده تمسك كده ورقه تقسمها 4 اجزاء وتعمل لنفسك سوات اناليسيس. انا ايه نقاط القوه اللي فيا؟ انا بقدر اعمل ايه؟ انا لو غبت عن البيت والشله واصحابي والنادي هينتقدوا فيا ايه؟ انا لو مش موجود النهارده الناس دي هتفتقد فيا ايه؟ وابدا اطور في النقط الايجابيه اللي عندي واستثمرها. انا ضعيف في ايه؟ في الانجليش؟ يا نهار ابيض، ده في واحد في الاهرامات ما بيعرفش يقرا ويكتب اسمه بيتكلم 7 لغات، احسن مني في ايه؟ انا وانا صغير اتعلمت اللغه العربيه بربنت في سنه ونص، وباخد انجليزي من اولى ابتدائي ورابعه ابتدائي، وفي الاخر I'm very happy to be here. Give me $1 please to take a photo with you in the audience. My name is أحمد كركيت 16 years old. إيه يا عم؟ إيه يا عم؟ عمرك راح يا عم. يا عم ليه ما توقفش في سن دلوقتي 31 سنة بتتكلم 7 لغات بطلاقة؟ محدش أحسن منك. طالما حد حقق ده ما تحققه. أدي لنفسي كل يوم ساعتين واحترم فيها ذاتي. ساعة أقرأ جديد في مجالي. أنا مجالي اتش ار، سيلز، ماركتنج، كواليتي، ليدرشيب، فاينانشال، قضاء، حقوق، أيا كان دراستك ساعة وأنت في المواصلات في الطريق، فقد وارد مالكش دعوة بيحصل بره، حط الايربودز في ودانك واسمع كده ساعة جديدة في أوديو لابي في الزتونة، أخضر، ملخصات كتب عن ناس بتتكلم في مجالك. اسمع ساعة كل يوم، بعد سنة 365 ساعة معلومات في دماغك. لما تقعد قدام حد خبير عارف تتكلم. نص ساعة في مجال جديد ما تعرفوش، سمعت النهارده عن اتش ار ده مش مجالي، لا اسمع عنه. نص ساعة بكره في مجال جديد ما اعرفوش، النص ساعة الأخيرة في لغة، انزل أغنية أجنبي وانزل ميوزك ماتش واسمع الأغنية واعرف الليركس بتاعتها، كلمات عربي وانجليزي واحفظ الكلمات اللي في الأغنية دي الأسبوع ده. الأسبوع اللي بعده انزل فيلم سوبرمان اللي بحبه ولا تايتانيك وانزل ربع ساعة واشوف الترجمة واقولها بنفس السرعة واحفظ الكلمات اللي فيها. 4 أفلام كافيين ان يدوك جمل حياتيه بتتقال، صح ولا لا؟ لا كورس بقى معتمد وكورس مختوم، انت اللي هتتختم في الاخر. هيضحك عليك. انت بتعرف تعمل ايه؟ الوظيفه قال لهم معايا الشهاده دي هيضحك عليك والله. الحق نفسك. حقيقي اقف مع نفسك كده واكتب لنفسك انا نقاط القوه ايه والضعف بتاعي. ما عنديش ثقه في نفسي اتكلم قدام الناس. اشوف اشطر ناس على السوشيال ميديا بيتكلموا، اعمل اكونت جديد، اعمل فيه فولو لكل الناس البابليك سبيكر واتعلم من ده شويه، اخد الحلو اللي فيه وده شويه واخد الحلو اللي فيه. جيت النهارده عجبني في الدكتور ده كذا وعجبني في الدكتور ده كذا وفي الدكتور ده كذا، اجمع الكلام ده وابدا اضيفه مهاره عندي. لما اقلد الطريقه اول مره اسوق العجله اكيد هقع يمين وشمال، لكن عشان تفضل محافظ على اتزانك لو امهر واحد في سواقه العجله وقف بالعجله كده 5 دقايق دقيقتين هيقع على جنب. لكن عشان تحافظ على اتزانك تعمل ايه؟ تستمر فين؟ في الحركه. استمرارك في الحركه هو اللي هيخليك ناجح دايما. عايز تقول قلبي وجعني والحياه اتدمرت ومش قادر ومحدش ساعدني، نام يا حبيبي ومحدش هيعز فيك، يوم يومين 3 ريحتك هتعفن ومحدش هيسال عليك، واللي هيسمعك النهارده مش هيسمعك بكره. لكن لو قعدت مع نفسك تنفض التراب اللي عليك كده وتقول انا هبدا بنفسي. محمد صلاح بابا ما كانش وزير الشباب والرياضه، مامته ما كانتش بتجيب له الكره المكسه، خالته ما كانتش بتوديه النادي كل يوم، جده ما كانش بيجيب له التيشيرت بتاع اللعيب الاصلي، كان بيلعب بالكره الشراب. لما راح نادي الزمالك وقفل في وشه الباب، قمه سعادته لما بيمشي على المحور مش عشان زحمه، عشان بيبص على نادي الزمالك يوم ما رفضه في يوم من الايام وما وافقش عليه، يقول له الله بقيت معلق صورتي دلوقتي، بقيت معلق صورتي دلوقتي، تقول يا ريتني لبست تيشيرتك. قول لي اي باب اتقفل في وشك قسما بالله لا يجي اليوم اللي اتقفل في وشي فيه الباب. اول مره تمنيت ان احضر برنامج تدريبي في 1000 قائد افريقي كان في القاعه دي سنه 2017، وجيت طلبت ان انا احضر. انت قادر تقلب الموازين في صالحك بايه؟ بامتى؟
مش بحاجه تانيه. محمد صلاح نجح بقيمته، طه حسين الضرير والاعلى نجح بقيمته، اي حد تاني يشوف وزير منصب ايا كان مين ناجح، اقرا قصه حياته كده هتلاقيه ماشي على طريق من ذهب. افتكر كده وانت بتصلي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم. ده الصراط المستقيم اللي انت ماشي بيه للجنه فوق جهنم. طريق نجاحك مش مفروش على ريد كاربت وفريش لك رمل، لازم يبقى على شوك ونار، والا كل الناس كانت وصلت له. ساعتها هتقول وتطبطب على ايد كل بني ادم راهن على فشلك وقتها، ساعتها هتقول I did it، انا عملتها. ساعتها نجاحك هيرممك. من النهارده روح اشتري قصريه صغيره كده زرع وحطها عندك في البيت. كل يوم اسقيها ميه. لو فضلت تسقيها سنتين وغبت اسبوع ما تسقيهاش هتموت. حلمك كده. لو قعدت يوم ما تسقيش عقلك اللي هو الجزء رقم 3 بمعلومات جديده كل يوم في مجالك ساعه ونص ساعه في مجال جديد، مش هيبقى عندك حصيله معرفه. بيقول لك مثال يستر المرأة بمتر قماش وافضح الراجل في أول نقاش. تكلم حتى أراك. قيمتك دلوقتي في محتواك الحقيقي مش في الشكل. للأسف بقت أحلى حاجة فينا شكلنا وكرافتتنا وما عندناش كونتنت جوانا نحترم بيه ذاتنا، نقدر نتناقش بيه ونفرض رأينا وواقعنا وحلمنا ونقوله. ما هو مقاس جزمتك غير مقاس جزمتي، مقاس حلمك غير مقاس حلمي. دي الحقيقة اللي لازم تمشي عليها وتطبقها في حياتك. أهدافك ورغباتك هتمشي عليها، امشي طول حياتك. زميلك قال لك عايز أعرف حاجة قلتها له. ما تجيش بقى شايل جواك غل وقرح ومش عارف إيه، مناديل كلها متوسخة شايلها جواك. مين اللي مأذي بالمناديل المتوسخة دي؟ أنا. فلما تشوف حد بيغل ويحقد عليك في الطريق قول لنفسك حاجتين، ما هي الشجرة المثمرة هي اللي بتحدد بإيه؟ بالطوب. قول له يعني شايف كل ده جواك يا حبيبي؟ للدرجه دي حياتي اكتر مشاهده ان انت سايب دريكسيون حياتك وباصص عليا بعمل ايه؟ هي دي النقطه اللي هتنجحك، هتخليك مش باصص للناس اللي بيكسروك وبيقهروك ان هم الناس السبب في فشلك، لا، انت هتبص لهم ان هم صعبانين عليك ولسه هتصعبوا اكتر لما اشم ريحه شياطكم لما انجح.